ايه رايك دلوقتي نشوف تقرير كده يلا. وبعد كده نبتدي نطلع على حلقتنا. هنشوف تقرير عن النشاط الرياضي والاجتماعي في نادي مستشاري قضايا الدوله. النادي اللي قدر يعمل بطولات وقدم يمكن ندوات هامه في الفتره الاخيره بفضل توجيهات المستشار محمد ماضي رئيس النادي والمستشاره هدى جمال الدين نائبه رئيس النادي ورئيس المكتب التنفيذي. هنشوف التقرير ده ونرجع تاني على طول عشان نبتدي حلقتنا مع المشاهد. شفتونا داخل النادي، واهلا وسهلا بيكم واهلا بالفضائيه المصريه. الحمد لله احنا في السنه دي اول سنه يحصل فيه نشاط رياضي كبير جدا في داخل طوال شهر رمضان الكريم. فكرنا ان احنا نعمل مسابقه كره قدم خماسي في الملعب عندنا ملعب قانوني، وفكرنا نعمل مسابقات تنس طاوله وشطرنج، وعملنا ندوات ثقافيه. الحمد لله قضينا الشهر كله من اول يوم لاخر يوم نشاط رياضي كان جميل جدا. طبعا حصل فيه تجمع رهيب جدا من زاد الزملاء، كان ليالي رمضانيه فعلا داخل النادي لاول مره منذ سنوات طويله. يعني كره القدم هي ام الالعاب، يعني مش العاب قوه، هي كره القدم عندنا. وطبعا لا ده كان عندنا حوالي 8 فرق، كل فريق كان 10 مستشارين، 80 كان عندي في اليوم الواحد كان فوق ماتشين 3. القصه كلها قائمه ان احنا بنخدم الساده الزملاء المستشارين في ان هم يمارسوا النشاط الرياضي. في دوره ان شاء الله، دوري عام عملناه السنه اللي فاتت ونجح الحمد لله. دوري كان على مستوى مصر كلها من اسوان لاسكندريه، والحمد لله كان عندنا 24 فريق من 24 اقاليم فرع، والحمد لله كانت دوري ناجح جدا جدا على مدار 4-5 اشهر، كان نظام رايح جاي. فان شاء الله السنه دي باذن الله هنعملها تاني، بس هنعملها بصوره اكبر، وصوره هتبقى طبعا سلبيات الدوره اللي فاتت هنحاول ان شاء الله نتلافيها السنه دي. وطبعا احنا عندنا الحمد لله برضو تنس الطاوله، ان شاء الله في زملاء كتير جدا بيحبوا تنس الطاوله. عندنا بلياردو، وعندنا هنا برضو الحمد لله مدارس انشأناها اللي هي الكاراتيه، لعبه الكاراتيه وكونغ فو. وعندنا قاعه كبيره الحمد لله هي قاعه جيم، بنوضبها ونصلحها وبنحاول نخليها تليق بالساده الزملاء. ان شاء الله يعني باذن الله الجاي افضل واحسن باذن الله. الحمد لله عندنا ابطال عالم، فعندنا كابتن فاطمه حسين ده بطله عالم، ورئيس الاتحاد هو زميل مستشار زين بيه الهواري. لا احنا الحمد لله بالنسبه لوزاره الزراعين واصلين للعالم، احنا ابطال عالم بنطلع ابطال عالم. لكن طبعا بالنسبه للباقي الالعاب هي مجرد بس هي ممارسه، بس ان شاء الله نتمنى ان المرحله القادمه يكون في احترافيه بقى باذن الله اكثر من كده. يعني عندنا تطور جميل بالنسبة لنادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي، ان احنا بدأنا والأول مرة عقد ندوات ثقافية خلال شهر رمضان المبارك. فبفضل الله استطعنا ان احنا ننظم 3 ندوات، كان ندوة فيهم ضيفها الكاتب الكبير حسن كمال، والندوة الثانية كانت مع الأستاذ الكبير يوسف زيدان كلمنا فيها عن الشعر الصوفي، والندوة الثالثة كانت مع المستشار أشرف العشماوي وكلمنا فيها عن علاقة الدراما والأدب وأثره في الدراما من خلال الأعمال الدرامية اللي عرضت في شهر رمضان. وده كان بالنسبة لنا كان ما شاء الله الحمد لله نقدر نقول الإقبال كان كويس عليهم من السادة الأعضاء أو من الضيوف اللي شرفونا في النادي خلال شهر رمضان. وكان أعتقد أنه موسم جميل وكان حصاده كويس الحمد لله. دي أول دورة تتعمل عندنا في النادي. احنا عندنا المفروض في نادي رياضي ونادي اجتماعي، حاليا كان ليهم رئيس واحد ودلوقتي انفصلوا بقى النادي الرياضي لوحده والنادي الاجتماعي لوحده. واحمد بيه اسماعيل عندنا كتر خيره، يعني راجل بذل مجهودات جامده جدا، عمل دوره تنس طاوله ودوره كره قدم وتجديد، وفي برضه انشطه ثانيه في كاراتيه في كونغ فو. انا طبعا اشتركت في وفي شطرنج كمان. انا اشتركت في الشطرنج واشتركت في تنس طاوله. الشطرنج مركز ثاني والتنس طاوله مركز اول. النشاط لغايه دلوقتي قاصر على النادي الام اللي موجود في الزمالك. احنا بنحاول دلوقتي في الفتره الحاليه ان احنا نعمل توسعات، فمع نادي خدنا باذن الله وعملنا دلوقتي نادي كمان جديد في بني سويف، وعملنا كمان نادي برضه باذن الله في المنصوره ونادي في طنطا، واحنا مزمعين دلوقتي ان احنا نقيم نادي جديد في اسوان، وجاري الاجراءات ان احنا ناخد ارض هناك مخصصه كنادي لمستشاري هيئه قضاء الدوله لممارسه النشاط الرياضي، عشان نخرج من القوقعه حكايه ان النشاط يبقى في القاهره فقط، لا يبقى الانشطه يبقى موجوده في كل مكان، بحيث لما كانت الدوره موجوده كنا بنضطر ان احنا نروح لمحافظات تانية ونعمل ونأجر ملاعب. فبالنسبه للفترات هيجي وقت من الاوقات باذن الله هيبقى عندنا الملاعب. ده حاجة، بالإضافة كمان للتطورات الجديدة. احنا طبيعة العمل القضائي بتخلق علينا سياج ان احنا نبقى مقيدين،
ولذلك باذن الله ان احنا هنسعى في المرحله القادمه ان احنا نبقى الانشطه متبادله ما بيننا وما بين الهيئات القضائيه الاخرى، مجلس الدوله، القضاء العادي، النيابه الاداريه، يبقى في دورات وانشطه تعتبر مجمعه ما بين الهيئات القضائيه كلها، بحيث ان يبقى في تفاعل. انا كعضو هيئه قضائيه عليا سياج وعليا قيود معينه، بس ما تمنعيش ان انا امارس الرياضه، فده هيبقى من خلال ممارسه الرياضه ما بين الهيئات القضائيه مع بعضها البعض في المستقبل. في البداية برحب بالقناة الفضائية المصرية في بيتها الثاني نادي مستشاري قضايا الدولة، اللي نحن بنعتبره بيت الإعلام كله. بنرحب بجميع الإعلاميين والقنوات الفضائية والصحفيين في نادي مستشاري قضايا الدولة، خاصة أن لقضايا الدولة دور يشابه دور الإعلام، خاصة أن قضايا الدولة هي درع الدولة الواقي للدولة من الداخل والخارج في الحفاظ على المال العام، وكذلك الإعلام كان له دور عظيم أيضا. في البداية بتوجه بخالص الشكر والتقدير طبعا لمجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي برئاسة المستشار محمد بماضي وأعضاء مجلس الإدارة على الجهد اللي بذلوه بالنسبة لنادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي في خلال شهر رمضان المعظم. بالنسبة لنادي مستشاري قضايا الدولة الاجتماعي برئاسة المستشار خالد زين الدين، كان في شهر رمضان في العديد من الندوات اللي عقدها النادي الاجتماعي في إطار نشاط النادي الاجتماعي للارتقاء بالخدمات للسادة مستشاري قضايا الدولة وأسرهم. كان لنادي مستشاري قضايا الدولة دور هام بعد اغتيال النائب العام، دعا جميع أندية الهيئات القضائية، نادي القضاة، نادي مجلس الدولة، نادي المحكمة الدستورية العليا، نادي النيابة الإدارية، وعقد اجتماع وصدر من نادي مستشاري قضايا الدولة بيان ضد الإرهاب بعد اغتيال معالي المستشار هشام بركات. صدر هذا البيان من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة بموافقة جميع أندية الهيئات القضائية، بنندد فيه بالإرهاب، وبنبعث برسالة للمواطن العادي ورسالة للجميع بأن قضاة مصر وأعضاء الهيئات القضائية لا يخافون إلا الله، وسيستمرون في العمل حتى آخر قاضي من قضاة مصر. هذا البيان وقع وصدر في خلال شهر رمضان من جموع أندية الهيئات القضائية. أيضا نحن وراء القائد في أي قرارات يتخذها ضد الإرهاب. نادي مستشاري قضايا الدولة كان سباق في إصدار البيانات العديدة التي يرفض فيها جميع ألوان وأشكال وأطياف الإرهاب الأسود. أيضا من ضمن الأنشطة اللي قام بها النادي استضاف فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في ندوة دينية شهدها معالي المستشار رضا بدير النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة نائبا عن معالي المستشار علي سكر رئيس هيئة قضايا الدولة. وبشكركم على مجيئكم لنادي مستشاري قضايا الدولة، بيتكم الأول والثاني في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان. ومن خلال منبركم الكريم بتوجه بالتهنئة للجميع، وبتوجه لله في هذه الأيام المباركة بأن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار، وأن نتخلص من الإرهاب الأسود. اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام. هنتخلص من الارهاب الاسود وهنعمل احلى شغل، وقناه السويس ان شاء الله هتبقى زي